بغرض تنفيذ تمشيط لمنطقة وتفتيش الدقيق، وكذلك تأمين المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. كما نغتنم الفرصة لتهنئة الشعب الجزائري بحلول الشهر الفضيل، نتمنى لهم صيام مقبول بإذن الله في كنف الحرية والأمان. فبفضل مجهوداتهم في الميدان وتضحيات زملائهم من شهداء الواجب الوطني، أصبحت هذه المنطقة من وطننا الغالي تعيش أجواء الطمأنينة والسلام. لدينا مؤسسة عسكرية قوية يمكن أن نتكل عليها في بناء وطننا. بالفعل هي مؤسسة قامت بواجبها كاملة. حقيقة البلاد ما زالت